السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم قرص او قريشلات بدون دقيق ابيض، بدون خميره كيماويه، غير بالفينو. كيجيو هشاش قطنيين ما تشبعوش منهم في الحقيقه، احسن من ديال الفورس. خليكم معايا ندوزو للمقادير والطريقه. غنحتاجو لهم شويه ديال الملحه، قبيصه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، واحد جوج كيسان ديال الحليب دافيين، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، نص كاس ديال السكر، 4 كاس ديال الزيت العاديه، وبيضه كامله. كنطرب هاد المقادير كلها وكنضيف لها واحد جوج معالق كبار ديال الجنجلان، وكنبدا نضيف الدقيق ديالي. ضفت 4 الكيسان ديال الفينو يعني السميد الناعم الرقيق اللي كنعجنوا به الخبز. كنحرك. ضفت 4 الكيسان، والكاس الخامس والكاس السادس ضفت فيه غير النص. 5 الكيسان ونص ديال الدقيق السميد، كتكون هشيشه وخفيفه. كردها للعجانه حتى كتعجن ليا مزيان، اولا كتعجنوها بيديكم غير كدلكوها شويه. كتولي على هذا الشكل هذا مدلوكه مزيان. كنضيف لها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، كنحاول ندخل ديك الزبده فيها غير بيدي بلا ما نردها للعجانه حتى كتنسجم الزبده مع العجينه، كتدخل فيها كامله. كنغطيها وكنخليها حتى كتخمر، حتى كيضوب ليا الحجم ديالها. كتولي على هذا الشكل هذا خامره مزيان، يعني العجينه عطاتنا نتيجه زوينه حيت مدلوكه مزيان. كنفرقها لقريصات صغيورين، كنحاول نديرهم قياس واحد 120 غرام في الوحده تقريبا. كنكورهم بهذه الطريقه هذه، وكنديرهم في اللاطه ديالي وكنخليهم حتى كيرتاحوا شي شويه، عاد كنقدر نطلقهم. الا جربتوه ان شاء الله غتوليو تعتمدوه دائما. من بعد ملي كيرتاحوا شويه كنحاول نطلقهم غير بيدي، كنحاول نبسطهم شويه ونخليهم يخمروا حتى كيخمروا. ملي كيخمروا كنجيب اصفر بيضه، كنزيد معها واحد المعلقه ديال الحليب وكنطربها مزيان، وكندهن بها القرص ديالي كامل، وكنرشها بشويه ديال الجنجلان من الفوق. والفران سخون على 250 درجه، كنديرهم في الوسط وكيطيبوا ليا من التحت ومن الفوق حتى كيوليو على هذا الشكل هذا. كيجيو هشاش رطبين الحقيقه ما تشبعوش منهم. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.